بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات واش عرفت. الحلقة ديال اليوم غدير لنا واحد التذكير للكيفية ديال اختيار الخروف. احنا اليوم في الضيعة ديال السي علي. مرحبا بنا عندك السي علي. مرحبا سيدي مرحبا. في الضيعة ديال السي علي وكاين هناك العدد ديال الناس اللي كيتسائلوا على كيفية اختيار الخروف. فاحنا كل عام كنديروا هاد كما كيقول هذا التجديد وهذا التذكير، فإن في الذكرى تنفع المؤمنين. الخروف الاختيار ديالو كيتم عبر ثلاثة ديال المحطات. المحطة الأولى هي المحطة اللي واقف فيها السي علي. المحطة الثانية هي المحطة اللي كتكون جنبية على الخروف. والمحطة الثالثة كتكون محطة خلفية على الخروف. الوغ بالنسبة للمحطة الأمامية كنجي لهنا عند الراس ديال الخروف وكنشوف العين ديالو وكنشوف الأنف ديالو وكنشوف الفم ديالو. العين والأنف والفم. العين كنجي لما كنحلها كنشوف خص داك بياض العين يكون كله بيض، ما كاين فيها لا لون اصفر ولا لون بني ولا لون رمادي. اذا كان شي لون من الوان اخرى اللي ما كتعطينيش الصفاء الكامل ديال العين ديال الخروف، كتقول بانه يا اما عنده العين اللي مقيوسه، يا اما عنده واحد البلاصه في الدماغ ديالو اللي مقيوسه، يا اما الكبده ديالو اللي مقيوسه. فلهذا العين كتعطيني اشاره الى، ولو انكم يعني كانت امكانيه اخرى غادي تمشيو حتى العين ديال الخروف وغتشعلوا البيل ديال التليفون ديالكم وغادي تشوفوا الا كان فيها يعني الالوان متعدده على المستوى ديال 6 او لا على المستوى ديال 6 ونص او لا على المستوى ديال 6 وربع او لا على المستوى ديال 6 الا ربع. كل منطقه كانت فيها المشكل، اللون غير عادي او لا تقطعات غير عاديه. الفوق كيعطيني اشاره الى انه كاين هناك مشكله في المعده، التحت كيعطيني انه كاين هناك مشكله في الطحال، الجنب كيعطيني مشكل انه كاين في الكبد، واليسار كتعطيني ان كاين هناك خلل عام على المستوى ديال الذات ديال الانسان. فهذه سو سون دي ديتاي اللي يقدر الانسان ما يوقفش عليهم، مي ان اللي كيهم هو انك تشوف اللون الابيض في العين ديال الانسان، في العين ديال الخروف. الانف انت كتجي تشوف هنا الانف الا كان صافي ما كاينش فيه سيلان، كتقول الحمد لله الجهاز التنفسي ديال الخروف كله مزيان. الريه ديالو نهار غنبغي نصاوب الدواره راه تبارك الله راه مزيان. هذا الا بغيت نصاوب شي كامله ديال الكرشه كتكون مزيانه. دونك هنا كتعطيني اشاره الى انه يعني الريه ديالو غتكون مزيانه. هنايا كتجي كتشوف السنينات ديال الخروف، بحال دابا السنين ديال هذا ها هو يلاه طيح، هذا ولد العام يلاه طيح. السنينات الاولين كنقولوا بادي كيطلع اثنين، لا جوج ديال السنينات اللي مختلفين على باقي الاسنان. الا كانوا دوك الجويجات كنسميوه اثنين، الا كانوا اربعه كنسميوه رباعي، الا كان سته كنوليو نسميوه سداسي، والا كان اكثر كنسميوه جامع. من سداسي من رباعي الفوق 40 الله يقول نقدروا نقبلوه، مي فوق 40 كيولي الخروف لا يصلح لا الاكل ولا الشرب ولا اي استعمال. ثم هذا فيما يخص الثلاثي ديال الاشياء الاماميه. لما كنجي نشوف على الوقفه الجانبيه، الوقفه الجانبيه شنو كتعطيني؟ الظهر ديالو. كل ما كانت الظهر ديالو مسطر بحال شي مسطره ما كاينش فيه تموجات، كتقول هذا الخروف هذا السلاله ديالو يعني الوراثه ديالو وراثه طيبه، وبالتالي هذا خروف اللي بما ان البنيه ديالو مزيانه فهو كليا المكامن ديالو كلها مزيانه. كنرجع كنرجع للذيل ديالو وكنحسب من الراس ديال الذيل حتى الفقره السابعه، او نقدر نمشي حتى الفقره العاشره. الا تلفت واش هذه السابعه ولا ماشي السابعه، عندي الحق نمشي حتى العاشره. وإلا غلطت ما بيناتهم لابد ما تطيح يا اما في السابعه يا اما في السادسه يا اما في الثامنه. غير كتقيس هذيك كدير سبعك ما بين هذوك واحد لارك تيكون عند الفقره. هذاك لارك هو اللي كتشدو. لما كتشدو الا لقيتي صباعك بجوج قاسوا العظم كتعرف داك الخروف ما فيه لا لحم ولا شحمه.
الا لما تبغي تقيس كتلقى اللحم ما خلاكش تقيس العظم، كتقول هاد الخروف راه ملحم. الا قستي في ديك البلاصه واللحم ما خلاكش تقيس العظم، او ميم طون لقيتي بان ديك البلاصه بحالها مزيته مدهونه، كتقول الخروف راه تبارك الله سبيل فيه اللحم وفيه كذلك الدهن. وبالتالي كتقول دابا بناء على هذا الاختيار اللي اختاريت ممكن انني نشري الخروف ديالي وانا معي عينيا مغمضين عليه، وباذن الله ان شاء الله غادي نستافد من جميع المكونات ديالو الداخليه. لا بغيت نشوي الكبيده غادي نلقاها باذن الله صافيه، بغيت نصاوب شي كامله ديال الكرشه غنلقاها باذن الله مصاوبه، بغيت ندير شي شوايه بالكفته غنلقى كلشي باذن الله مصاوب. فهذا شكون اللي كان خلاني انني نلقى كلشي مزيان، حسن الاختيار ديالي قبل ما نشري. اذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه الطريقه ديال الاختيار تكون وصلتكم وتوليو تعرفوا كيفاش تختاروا الخروف ديالكم. لا كنت راجل او لا كنت امراه، الان عندك جميع الوسائل والاليات باش تختار الخروف ديالك، وبالصحه والراحه، وعيد مبارك سعيد لكم.